ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا النهارده عملنا وجبة غدا لذيذة جدا جدا، من اجمل وجبات الغدا اللي انا بحبها. عملت صينية بطاطس بالفراخ، وعملنا رز حباية وحباية، وكان في مخلل مشكل تحفة. النهارده بقى عملت لكم الوصفة الجميلة دي. يلا ان شاء الله هنتفرج على الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. ويا رب ان شاء الله غدانا النهارده يعجبكم وينور رضاكم بإذن الله. بصوا بقى البطاطس جميلة ازاي. يلا ان شاء الله هنتفرج بقى على الفيديو ونشوف بقى عملنا صينية البطاطس الجميلة دي ازاي. يلا بينا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد على قناتي وصفة وطبخة مع لولو. يلا بينا نروح نتفرج على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبصحة وبعافية جيدة. اهلا بيكم في قناتي، قناة وصفة وطبخة مع لولو. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة، وصفة غدا جميلة جدا جدا. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا مع بعض وصفتنا النهارده. عملت غدا صينيه بطاطس بالفراخ، وعملنا رز حبايه وحبايه. طبعا كل ده هتشوفوه معانا في الفيديو. هنا بقى انا مقطعه البطاطس زي ما انتم عارفين، بقى قطعيها زي ما انت عايزه، بس طبعا معروف على صينيه البطاطس بتقطع اللي هي الحلقات. ومقطعه طماطم، يعني كميه الطماطم انا خدت نصها قطعتها مكعبات صغيره، والباقي عملته في الخلاط. دي التوابل بقى: ملح وفلفل وكمون وكاري وكركم ومرقه وملح وشطه. طبعا حطي طبعا التوابل اللي انت تحبيها. هنا بقى هنحط، انا بقى بحب، بصوا بقى يعني تابعوا بقى صينيه البطاطس اللي انا بحب اعملها. بكون مقطعه الطماطم كده زي ما قلت لكم مكعبات، بحط عليها كميه البصل. طبعا البصل بنقطعه اللي هو الجوانح. خدت طبعا التوابل قلبتها كلها على بعض، خدت نصها على الخلطه ديت ونصها حطيتها على الطماطم. هحط كمان هنا شويه من الزيت، وهنقلب بقى مع بعض كده وتشمي بقى الريحة والجمال، وتبقى خلطة ممتازة. هتعملي منها صينية بطاطس ممتازة، هتعجبك جدا. دي طريقتي في صينية البطاطس، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. لما تجربوها تقولوا لي. هنا قلبت بقى التوابل، لازم اجهز. حطيت شوية هنا برضو على خلطة البصل والطماطم. طبعا انا الطماطم دي ضربها بقرن فلفل رومي. جبت بقى الصينية وحطيت بقى جزء كده من الخلطة اللي احنا عاملينها، الطماطم والبصل. طبعا الفراخ انا اديتها بس يا دوبك غلوة بسيطة، وبقية السوا هتستوي مع صينية البطاطس. حطيت هنا بقى معلقة كده من السمنة، وهرص بقى البطاطس كلها، مش كلها، هرص نصها. وبعد كده هحط شوية تاني برضو من الخلطة اللي احنا عاملينها، وهوزعها كويس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحط كمية البطاطس، وبرضو هرصها حلو كده، واحط برضو الكمية التانية. طبعا صينيه البطاطس دي بتطلع خطيره وتبقى طعمها تحفه. ولو عايزه تعمليها من غير فراخ برضو تقدري تعمليها من غير فراخ بنفس الطريقه ونفس الوصفه دي. برضو من غير فراخ انا ساعات بعملها برضو في وسط الاسبوع كده من غير فراخ، بتبقى جميله قوي. وجنبها طبعا شويه رز حبايه وحبايه. وطبعا اعملي الرز اللي انت حباه. لو مش حابه الرز اللي هو حبايه وحبايه، اعملي رز بشعريه، اعملي رز ابيض. الرز اللي انت تفضليه اعمليه. بس هنرص بقى كده الفراخ. بصوا سهلة جدا وما بتاخدش وقت، في ثواني تكوني عاملة الغدا. هحط بقى بقية الكمية بتاعة الطماطم اهي. بس كده، وادي صينية البطاطس خلصت معانا في ثواني وما خدتش وقت مننا خالص. غدا سريع ولذيذ وشهي جدا. هحط بقى شوية زيت كده على الوش، وهحطها طبعا بقى على البوتاجاز تاخد غلوة، وبعد كده هدخلها الفرن. خلاص كده خلصت معانا اهي. يلا نروح بقى على البوتاجاز. حطينا بقى صينيه البطاطس تاخد غلوه، وبعد كده هدخلها الفرن. هنا بقى حطيت حله وحطيت شويه زيت، هعملها بالزيت مش هحط سمنه. انا بحب الرز ده اعمله بالزيت بس. حطيت شويه زيت، وحطيت بقى جزء من الرز اللي انا هعمله ده هحمره اهي كده. بوريكم برضو ان لسه عايزين اللون، من لون الرز كده يبقى اللون الذهبي.
وبرده يبقى فاتح مش عايزينه غامق. كده خلاص. بص بقى، دي هي كده اللون اللي احنا عايزينه. هحط بقى كمية الرز التانية، وهقلب بقى تقليبه كويسه عشان ايه، الرز اللي متحمر مع الرز الابيض يبقوا ايه مدين لون كده حلو مع بعض. بصوا بقى الجمال، تحفه تحفه يا جماعه، والله بعشقه الرز ده، وبحب جدا اعمله مع صينيه البطاطس. قلبي بقى كويس وحطي الملح وظبطي الميه، وكلي بقى احلى رز. سهل جدا برده، ما فيهوش اي حاجه. لكل البنات العرايس اللي لسه متجوزين، طبعا لو مش عارفه الرز حبايه وحبايه، يلا اعملي بقى الرز تبع لولو، هيعجبك قوي. وهنا برضو صينيه البطاطس اهي ابتدت تغلي، خلاص بقى ادخلها الفرن. وكده خلاص خلصت معانا اكلتنا. شوفوا بقى الجمال والحلاوه، تحفه. والرز جميل جدا، والبطاطس تحفه، والفراخ برضو واخده لون جميل قوي. هنطلع كده بقى مع بعض كده البطاطس، واوريكم بقى الجمال والحلاوه بتاعت البطاطس. بصوا بقى الجمال، والبطاطس مستويه معايا، والفراخ برضو استوت وجميله جدا. يا رب النهارده الوصفه تعجبكم وتنولوا رضاكم. وشوفوا لو عايزين ايه اي غدا، اكتبوا لي في التعليقات، عايزين نعمل المره الجايه غدا ايه، وايه اللي انتوا تحبوه، ونعمله مع بعض باذن الله. يا رب ان الوصفه تكون عجبتكم وتنول رضاكم باذن الله. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد على قناتي وصفه وطبخه مع لولو. وتعملوا غدا كده وتاكلوه بالف هنا وشفا. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. مع السلامه.